بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رانا في وقفة تضامنية مع الزميلة تاعنا اللي تعرضت في أداء مهامها في المطبخ الرئيسي للمركز الاستشفائي جامعي عبد القادر الحساني بالضرب المبرح من طرف رئيسة المصلحة. وهذا الشيء اللي احنا اليوم تفاجأنا به، كيفاش ما كفاهمش التقارير والمجالس التأديبية لجؤوا الآن الضرب. ماناش عارفين كيفاش راهم هذا رؤساء المصالح وهذا يخموا باش يوصلوا لدرجه الضرب المبرح في اثناء العمل. اليوم كنقابه احنا اليوم رانا في وقفه تضامنيه وندوا بشده بهذا مثل هذه التصرفات، والاداره الا ما لجأت الى يعني صنفت الزميله تاعنا واعطتها حقها، سيلجأ الفرع النقابي الى اشعار باضراب مفتوح، وهذا نندد فيه بعدم احترام فئه شبه الطبي اثناء تأدية مهامها، والضغط الممارس من طرف بعض رؤساء المصالح على هذه الفئه من شبه الطبيين. ولهذا هذه الظروف المزريه ما تسمحلناش باش نأدوا الواجب تاعنا كما ينبغي في المصالح تاعنا. اليوم حنايا ما عندناش من مده، كنا في الواجهه الاولى كنا نموتوا في هذيك جائحه كورونا. اليوم هذا هو الجزاء ديالنا اليوم نتعداو ونضربوا ونفوتوا الى مجالس تأديبيه. هذه ما كفاتهاش، ضربتها وزادت فوتوها كونسي ديسيبلين، يعني انضربت وفاتت كونسي ديسيبلين. دونك حنايا ندوا بشده، المره القادمه سيكون في اضراب مفتوح. السلام عليكم، انا اخصائيه في الحميه والتغذيه اطار شبه طبي. تعرضت للضرب المبرح من طرف رئيسه مكتب الايواء والاطعام يوم الخميس كي التحقت بالمنصب تاعي باش نقوم انا والمغازيني نقوموا بالموني تاع الويكاند. نتفاجئ بها تخرج وتقول لي ما كان ما دخلك، واش هو النيفو تاعك وما كان ما دخلك في الموني. كي سقسيتها علاش راها دير كيما هاك، تفاجأت بها تجرحني في عيني وجرحتني في وجهي في نيفي. عندي شهاده طبيه تثبت ذلك. انا اليوم راني نطالب السلطات باش توقف معايا وتنصفني في الحق تاعي. نشد الوالي باش يوقف معايا ويجيب لي حقي، باسكو علاه هاد الحادثه ما صراتش غير دروك. هذه صرات العام اللي فات، ضربت مراه حامل ما داروا لها والو. السنه تعدت، هاد المره تعدت عليا. حسبي الله ونعم الوكيل، ونطلب السلطات باش يوقفوا معايا. اليوم انضربت ونزيد نتفاجأ الاداره تزيفت لي توقيف. علاش يوقفوني؟ علاش؟ باسكو خدمتي وطلبت حقي. اش تنقول لهم؟ وقفوا معايا السلطات المعنيه باش نجيب حقي. رانا في وقفه تضامنيه مع الزميله تاعنا اللي تعرضت للضرب المبرح اثناء اداء مهامها في المطبخ المركزي لمستشفى عبد القادر الحساني. هذا الشيء الشنيع، هذا اللي جاي تأدي المهام تاعها في ظروف يعني عادي، لقات روحها تنضرب اثناء تأدية مهامها. هذا الشيء احنا رانا ندوا بشده، ما رانا نرفضوا هذه الاشكال تاع الضرب والسب والشتم. واليوم رانا في وقفه تضامنيه مع الزميل تاعنا اللي راه عندها جروح بالغه على مستوى الوجه، وحنا رانا ندوا. هذا هو حق، هذا هو جزاء الجيش الابيض، هذا هو الجزاء تاع الجيش الابيض. نضربوا في المستوى على المصالح تاعنا. دونك ما بقاش دونك راها في غابه، هذه غابه. هذه نورمالمون نكونوا قاعد يد في اليد. هذا اللي صرا هذا اليوم حنا نرفضوه رفضا تاما. هذا الشيء اللي تعرضت عليه الزميله تاعنا اليوم نرفضوه بشده. واليوم نزيدوا نسمعوا الامور تاع الضغوطات هذه اللي يتعرضوا عليهم من شبه الطبي في المصالح تاعهم من رؤساء المصالح ومن الاداره. احنا نرفضوهم، واليوم رانا واقفين. والى ما حبسش هذه الحياه غادي نروحوا الى اضراب مفتوح، نحبسوا العمل. ما نقدروش نخدموا في ظروف كيما هذه، هذا تاع الضرب وهذا تاع الضغط ما نزيدوش نكملوا في هذا المسار.